السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الفيديو الجديد اللي كنديرو اليوم الأربعاء إن شاء الله. ومن خلال هذا الفيديو غادي نحاول نتكلم لكم اليوم على الجلسة ديال الأخ ديال الأخ جمال المسمى بقلوش. ماشي بالضبط الجلسه، لان ما كتهمنيش الجلسه اكثر ما تهمني ما يعني المحاور اللي عندها علاقه بهذه الجلسه. اليوم بغيت نحاول نشرح بعض الامور اللي الناس كيتكلموا عليها، بعض المغالطات اللي الناس كيديروها خلال المداخلات ديالهم، ولا خلال كذلك الكلام ولا النقاش على هذا الموضوع ديال قلوش وعلى الزوجه ديالو رحمه الله وغفر لها. الناس بزاف ديال الناس كيديروا مغالطات، وهاد الناس كلهم كيف قلت لكم معروفين بالاسماء ديالهم، اسماء القنوات ديالهم، كذلك بالاسماء اللي داخلين بها القنوات وتيديروا التعاليق ديالهم. هاد الناس كلهم غادي يدار عليهم شكايه بالواحد منين يكمل هاد الملف ديال هاد جمال اللي هو جمال اسد القنيطره ولا الى اخره، راه عنده بزاف ديال الاسماء. باش تعرفوا بان اخذ على عاتق ديالو هاد الموضوع وشرح للناس وفهمهم، وما خلى ما وضح في القناه ديالو او في القنوات الاخرى اللي هي كتضامن معاه وكتعرف بانه هو بريء وما عنده حتى شي علاقه بهاد الوفاه ديال هاد السيده. لكن كنشوفوا يعني التربص ديال هاد القنوات اللي بغاو فقط، هادشي معروف، حنا كنا كنعرفوه، حتى المتابعين ديالهم تعرفوا بانهم فقط مطلعين بهم هذا الموضوع باش يبقاو شادين الموضوع ويبقاو يدخلوا بطبيعه الحال الاموال على طريق المشاهدات وعلى طريق الضرب في هذا السيد. لان كتعرفوا المجموعه تقسمت على جوج، فمنين تقسمت المجموعه الناس اللي مشاو ضد جمال بطبيعه الحال غيبقاو متبعين هذوك الناس ولو انهم على باطل، لان انت عارف واحد الانسان اللي هو على باطل وكتبقى تسمع ليه. علاش؟ لان تيبرد لك هذاك البغض وهذاك يعني هذاك الحسد وهذاك الحقد اللي عندك على هذا السيد هذا. اذا فتيبرد لك القرمومه كيف تنقولوا، والمهم تعجبك الحال. المهم راه كاين شي واحد كيتكلم باللسان ديالك وكيعبر على هذاك الشيء انت اللي ما قادرش تقوله، ما قادرش لان ما عندكش امكانيه انك تطلع دير واحد القناه وتتكلم فيها. احتمال انك خايفه من راجلك، احتمال انت خايف من الخدمه ديالك، احتمال هناك احتمالات عديده ولا عده اللي غادي تخليك انك ما تقدرش دير هذا الشيء. فمن كتتبع واحد انت كتعرفوا، انت عارفه بانه تكذب، عارفوا بان كل ما يقوله كذب على كذب، لان الامور اللي هي موجوده في المحاضر كتختلف على الامور اللي تيقولوها هما. الناس تيطلعوا، انا من الامس القريب هذه واحد يومين كنسمع واحد السيد طالع تيتكلم وتيقول لك القاتل القاتل القاتل. هذه مساله القاتل، هذه مساله فيها متابعه، فيها متابعه قضائيه قانونيه. هذا السيد كلمه القاتل انت درتي يعني حطيتي راسك انك قاضي وحكمتي عليه في اليوتيوب وكتعطيه هاد يعني الحكم امام الجميع وكتقول لي القاتل القاتل القاتل، وكانك حضرتي معاه، كنتي معاه وكنتي شاد ليه احتمال هذاك السم اللي كان هو عطى، اللي تيقولوا بانه مات به السيده الى اخره، ولا كنتي شاد ليه التليفون ولا كنتي شاد ليه الضوء ولا شي حاجه بحال هكا. انك باش تطلع وتقول هذا الكلام فانت كتورط راسك. وكن على يقين تنتكلم معك انت وانت راكم عارفيني، راكم عارفين ريوسكم، لانه انتم اللي كتطلعوا كتقولوا هذا السيد هذا بانه فعلا قاتل. الا كانت المحكمه الموقره القضاء الجالس مازال ما عطاش الراي ديالو في هذا الموضوع، مازال ما تحكمش، لو كان فعلا شويه ديال الشك لكان معتقلا الان، غيكون معتقل حتى تكمل، يعني عنده عام ونهار تقريبا اللي غادي يبقى فيه معتقل، ومن بعد يقدروا يطلبوا كذلك انه يزيد مثلا بعض الشهور ولا بعض الاسابيع حتى تكمل هذه الاجراءات ديال البحث والتدقيق في هذا الموضوع. ولكن انني نطلع ونلوح واحد الباطل على واحد السيد اللي عنده مرته، عنده امه، عنده عائلته، عنده بناته، اصلا البنات اللي ما احترمتهمش، هذوك البنات اللي غادي حتى هما يحطوا شكايه بهاد الناس هادو لان دخلوهم في اكتئاب.
هاد البنات هادو اللي ولاو كيمشيو للمدرسه وتيسولوهم البنات تيقول لهم واش فعلا باباك قاتل، باباك مجرم، واش باباك هو اللي قتل ماماك. يعني تصوروا معايا هاد المجرمين الحقيقيين اللي عندنا في السوشيال ميديا اللي كيتعاملوا مع هاد الملف بهذه الطريقه. والاموال طبيعه الحال كتعطى. هناك من يدعم، كاينين الناس في السعوديه كيدعموا، تعطيو الفلوس فقط انك تقول بان هذا قاتل. كاينين الناس تعطوك السوبر شات فقط انك تقول بان هذا السيد قاتل. يعني بحال كلمه قاتل كتبرد لهم شي حاجه في الداخل ديالهم، واحد الحقد كاين في الداخل ديالهم. شوف انا نقول لكم واحد القضيه، غنجيكم من الاخر. شتي نتوما كلكم منافقين، كلكم منافقين. ما كاينش فيكم شي واحد اللي عنده ذره ديال انه يخاف من الله سبحانه وتعالى، لانكم تتاجرون بهذا الملف 100% 100%. كتتاجروا بهذا الملف من البدايه وغتتاجروا به حتى النهايه، وفي الاخير ان شاء الله غادي يدير بكم. والله شوف انا بعداك غادي نقول لكم واحد القضيه، الا جمال ما دارش شكايات بهاد الناس كاملين اللي انا كنعرفهم هو تيعرفهم، والله تنغسل عليه يديا، وماشي نغسل عليه يديا ونطلع في القناه ديالي وغنبقى نحاربه، غنبقى نقول ليه لانك ما عندك نفس، ولانك ماشي راجل، ولانك ما دافعتيش على الشرف ديال مرتك و الى اخره. هادشي اللي غنبقى نقول ليه انا، وانا حيت عارفه غادي يدير هادشي، عارفه وتكلمنا في هذا الموضوع. عارفوا بان غتكون متابعات لكل من تكلم في حق هذا السيد وقال بانه قاتل، بانه مجرم، بانه اللي قتل الزوجه ديالو، بلا 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 الى اخره. القصه عارفينها كلكم بلا ما نبقى نعاودها، وعارفين على من كنتكلم. اذا ما كاينش شي واحد فيكم اللي كيدير هذا الشيء في سبيل المرحومه. اتحدى شي واحد يطلع يتكلم بهذا الموضوع وحيد الادسنس، ما يديرش الادسنس وما يقبلش السوبر شات ويقول لك انا هادشي كنديرو لله في سبيل الله. واحد طالع تيغسل في القبر، اش قربك انت تغسل شي قبار؟ ولا اش قربك لهذيك السيده اصلا انت؟ واش باغي تطلع، باغي دير البوز؟ حتى هذه من الامور اللي خاصو يتحاسب عليها. هذا اللي مشى دير فيديو تيغسل القبر ديال واحد السيده اللي ما عنده حتى شي علاقه بها، ما عمرو شافها، ما عمرو تلاقى بها، ما عمرو سمع بها اصلا ملي كانت حيه. حتى سبحان الله القبر ديال باه من المفروض انه يمشي يقلب على القبر ديال باه هو الاول. هذا اذا كان عنده اب، الله اعلم، انا هذا ما سمعته. وحاجه اخرى، غسل القبر ديال باك هو اولى مثلا، ولا ديال عمك ولا ديال عمتك. اما هذه السيده هذه لا تقرب لك بشيء، ما كتعرفك ما كتعرفها ما حتى حاجه. يعني حتى الصوره ديالها يمكن شتيها غير شي واحد لاحها وصافي. يعني شوفوا هذا الحقد اللي كاين عند الناس. والله العظيم غادي تحاسبوا كلكم بالاسم، كل واحد بالاسم ديالو على هذا الشيء اللي كديروا. هذا ماشي تهديد، هذه حقيقه، لان هذا عندنا قانون في البلاد. ان يطلع واحد ويبدا يغسل القبر ديال واحد السيده، مرت واحد السيد اللي ميته، والموضوع ديالها عند القضاء الجالس. ما يمكنش. اش قربك انت لهذيك السيده اصلا؟ اش داك ليها؟ واش ولات السيبه في البلاد؟ ولات السيبه في البلاد. يعني شوف، كون كان انسان عادي ما كاين مشكل، نقدروا نقولوا جارها كيعرفها، شي واحد قريب ليها كان كيعرفها. ولكن هذا السيد واش كيعرفها؟ واش عمرو شافها؟ يعني اشنا هو الغرض؟ الا جلست انا مع وكيل الملك دابا وعرضت عليه هذا الموضوع، السلام عليكم اسيدي، واحد السيد دير فيديو تيغسل في القبر ديال الزوجه ديالي اللي ميته، ما رايك في هذا السي وكيل الملك؟ غادي يسولني، غيقول لي واش كيجيها شي حاجه؟ كيجيها والو. ياك ما خوها ولا ولد عمها ولا لا والو، ما عمرو شافها، ما عمرو عرفها، ما عمرو سمع بها حتى ماتت. حتى ناض هذا الموضوع عاد او دار فيديو مازال من الفوق، ودار فيديو كيبين فيه بانه راه تيغسل القبر ديال السيده. راه ما يمكنش، راه خرج العقل هذا، واش بنادم مخلي القبر ديال عمو وعمته وباه وخالته ما عرفت شنو وخوه وغادي يطلع البوز على ظهر القبر؟ راه ما بقاتش الاخلاق. راه ماشي نصفقوا ليه ولا نقولوا ليه برافو عليك، نقولوا ليه الله يمسخك على هذه العمليه اللي كدير، انك تتاجر بالقبور ولا بقبر ديال واحد السيده ماتت. وكاع نتوما كاملين اصلا اللي كتاجروا بالقضيه هذه راكم كتاجروا بالمآسي ديال واحد العائله. يعني هاد الناس ما خليتهمش حتى ليله وحده يذوقوا فيها راحه البال وينساو بان هذيك السيده راه ماتت، لان الله عطانا واحد النعمه ديال النسيان. اش نقولوا ملي يكون شي واحد يقول لك الله يبدل شي حاجه بالصبر ولا شي حاجه بحال هكا، ما عقلتش بالضبط،
كنقولوا حنا المغاربه، ياك تنقولوها بحال هكا. اذا فحتى هاد الناس انهم ينساو هاد السيده ولو للحظه ما خليتوهمش ينساوها، يعني تينعسوا بها وتيفيقوا بها، تينعسوا بها وتيفيقوا بها. وماشي غير الكبار، حتى الصغار ولاو الان يعانون نفس المعاناه اللي كيعانيوها الكبار. البنت كتمشي للمدرسه، الدريات تيقول لها واش بصح باباك قاتل، واش بصح باباك مجرم، واش عرفتي شنو هي؟ حتى راسك انت ايتها الحاقده على هذا السيد، وانت ايها الحاقد على هذا السيد، وشوف الا جاو ولادك وقالوها لك في الدار كي غادي تولي، قداش غادي تولي، كيفاش اشنو تقدر دير، اشنو الا انك غادي تحط في واحد المأزق، تحط في واحد المكان اللي تمنى انك ما تكونش فيه. حيت من كنوصلوا للولاد كلنا كنضعافوا، حيت الولاد ما عندهم حتى شي ذنب في هذا الشيء كامل. علاش نحشروا الولاد في هذا الموضوع؟ علاش ندخلوهم؟ الولاد الدريه كبرات ولات كتفهم بان كاين ناس كيتكلموا في اليوتيوب وتقدر تطيح في شي فيديو اللي هما كثار بطبيعه الحال كيتكلموا في هذا الموضوع، واللي كلهم على فكره كلهم غيتحاسبوا ان شاء الله. يكمل هذا الملف ان شاء الله اللي هو الان تاجل حتى شهر 10 يعني. وديك الساعه ان شاء الله منين نهار غادي تحكم بالبراءه لهاد الناس، كونوا على يقين بان هذاك النهار ولا الغد غادي تحط الشكايات بالفيديوهات كلها ديال الناس كلهم اللي قالوا انت قاتل وانت مجرم. وديك الساعه شرحوا القضاء، قول لهم ودي حنا كنا كنحللوا. ما عندكش الحق تحلل بهذه الطريقه، ما عندكش الحق تضرب بهذه الطريقه، انك تعطي احكام مسبقه. انت كتسبق القانون، انت كتسبق القضاء المغربي. انتم ديما سابقين القضاء المغربي، باغي تطيروا. خليو بعداك القضاء حتى يعطي الكلمه ديالو، حلل الموضوع، تكلم فيه، منين جا هاد السم، فين كانت هاد السيده، السيد كان ليها ما كانش الى اخره. ولكن انني نقول على هاد السيد بانه مجرم وقاتل ما يمكنش، ما عنديش الحق، جي با لو دغوا نقول هادشي، حيت ما عنديش الادوات. المحكمه بنفسها ما عندهاش الادوات التي تدين هذا المتهم. هذا اذا كان متهما، لو كانت هناك اداه واحده غادي يكون الان معتقل. وهادشي تنعرفو حنا، لان هذه موت، هذه فيها قتل، جريمه قتل. اذا مادام هو طليق، حتى ولو شدوا عليه الحدود ولو يديروا اللي بغاو يديروا، علاش يشدوا عليك الحدود؟ باش الا بغاوك تجي تكون حاضر، ماشي تبقى تاجل. الان كنشوفوا بان العكس، الشهود هما اللي ما كيجيوش، هما اللي ما تيحضروش. علاش هذوك الشهود اصلا ما تيحضروش؟ ما عندهم والو، اكدوا فعلا بان راه ما عندهم حتى شي حاجه، وبان هذاك الشيء اللي كانوا جابوه راه كانت هضره خاويه. لا راه كانت كتمشي مع فلان ومع فلان وما عرفت شنو كذا وهذا. لا، ولكن واش شتي انت هذا السيد تعطاه السم وقتلها؟ لا. عندك شي دليل على؟ لا ما عنديش. اذا حيد عليا، ما عندي ما ندير بك. اصلا ما بقاوش تيجيو، حيت تورطوا في جريمه انهم تيقولوا شهاده الزور. ما كاين حتى شي واحد فيهم. غادي يبقاو ديما هكا، يبقى هكا حتى غادي يقول القاضي حكمت المحكمه بالبراءه ديال هاد الناس لان ما عندناش ادله. وغتكون متابعه بطبيعه الحال العائله ديال اختها وامها على داك الكلام اللي كانوا قالوه، لان ما قدموش لها المساعده والى اخره. خلاو هاد السيده هادي بهاد الطريقه هادي حتى وقع ما وقع. عرفوا واش كتقولوا؟ راه هادشي كلشي اللي قلتو كله مسجل بطبيعه الحال عند المعني بالامر، وكل واحد غتحط عليه شكايه بالاسم ديالو. اصحاب القنوات هما الاولين، ومن بعد اصحاب التعاليق اللي هما معروفين بحال هذاك قهوه كريم وهذاك. المهم بلا ما نقول الاسماء ديالهم لان لا يروقوني ولا يعني ما كنبغيش نتكلم، ما كنبغيش نقول الاسماء ديالهم لان ناس متخلفين، ناس جهال عايشين بهذا الموضوع، كيترزقوا بهذا الموضوع، ينتعشون بمآسي الناس. هذه هي الكلمه اللي غادي نقول، كتنتعشوا بالمآسي ديال الناس. باغي نتغرقوا واحد العائله اللي عيشتوها في واحد الحزن وفي واحد المعاناه، لا الاب ولا الام ولا الولاد ولا الجده ولا كلشي، وكتمتعوا كيعجبكم هادشي. لعلم الله كيفاش دايرين في العائلات ديالكم. بحال هذاك اللي قاتل ولادو كاملين ومرتو قاتلهم كاملين، قتلهم كاملين وعايش بوحدو، عايشه في الظلام. مثلا بحال هذاك دابا شنو كتسنى منه؟ هذاك غيبغي يشوف الناس كلهم غيبغيو يشوفوه في الظلام وفي الحبس وفي المعاناه. نفس الشيء هذاك كريم حتى هو
ما غاديش نتكلم لك انا على وجهك لان ما كنتنمرش على الناس، ولكن غتكون حتى معاناه وغتكون عايش في واحد العيشه اللي هي يعني لا يحسد عليها. ونفس الشيء الاخرى هذيك اللي كطلع من اسبانيا وهذيك اللي كطلع من هنا مزيره زيفها بهذاك الزيف ديال حياتي وطالعه كطلع وكتكلم وكاننا كنسمعوا لشي وحده مثقفه وعندها شي مستوى جامعي، وهي كتكلم مع قيلو تقتل مرتو، قيلو سمم مرتو، هادشي كتعرفوا تقولوا. تحداكم تطلعوا تكلموا في شي موضوع، تكلموا انتم كاين مواضيع كثيره تكلم فيها الواحد على البلاد، تعرفوش تكلموا على. مقابلين معاناه الناس، تسترزقون بمآسي الناس، هادشي اللي كديروا. الله ياخذ فيكم الحق، هادشي اللي غنقول لكم، الله ياخذ فيكم الحق من الاول حتى الاخر، كبيركم حتى صغيركم. والله غيبين فيكم كلكم العلامه ان شاء الله منين يتحكم هذا السيد بالبراءه هو والعائله ديالو. وانا متاكد بان، انا مطمئن الحمد لله بان هذا السيد هذا ما دار حتى شي حاجه، وبانه لم يقتل زوجته. اللي قاتل زوجته راه غيكون معتقل دابا، حيت غتكون بعض الاداه اللي هي خلات ان القضاء يشك، وغادي يكون واحد سيتم يعني الامر بالاعتقال ديالو لا هو ولا العائله ديالو. ولكن ما كاين حتى شي حاجه، السيد طليق تيدافع على راسو، وفعلا الحمد لله انه كاين برا وتيدافع على راسو. تصوروا معاكم كان الداخل كيفاش غيجيب هذه الامور كامله، كيفاش غيجيب هذه المعطيات وهذه الفيديوهات وهذا الشيء كامل، غيكون صعيب عليه. فهذه من النعم ديال الله سبحانه وتعالى انه ما دخلش للسجن، لانكم كنتوا كتوركوا، كنتوا حاولتوا انكم تضغطوا على القضاء وعلى النيابه العامه ان يكون واحد الضغط من خلال هاد البوز اللي درتوا في هاد القنوات ديالكم كاملين باش هاد السيد يدخل الحبس. ولكن بقدرة قادر والله الحمد لله اكبر مني ومنكم، نتوما بغيتوا والله بغى حاجه اخرى، وخلي هاد السيد يدبر يقلب على البراءه ديالو ويحط هاد الحرب اللي دايرين عليه ويبينها امام القضاء. تحياتي لكم. الى وصلتي حتى لهاد اللحظه ديال الفيديو نتمنى انك دير واحد اللايك، ولا كنتي ما مشاركش اشترك معنا في القناه. تحياتي لكم، كل التضامن مع الاخ جمال دائما وابدا، والعائله ديالو بطبيعه الحال، وليداته والزوجه ديالو والام ديالو كذلك، الله يشافيها ويعافيها. اخوكم عبد اللطيف، قناه مغربي في النرويج. نتمنى لكم السعاده في حياتكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.